وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتمادي ولا توكلي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبتنا اليوم أسماء الله تعالى الحسنى الظاهرة في خلق القط المنزلي. أسماء الله تعالى الحسنى الظاهرة من خلق القط المنزلي. أيها الإخوة الأحباب، لقد أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في المخلوقات التي تعيش معنا في بيوتنا، في مزارعنا، في محلاتنا، في بيوتنا. من ذلك يقول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل تعرفها العرب وتركبها العرب وتحملها العرب وتنقل حاجاتهم. إذا الإبل من المخلوقات التي يراها العربي كل يوم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ويقول سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أيضا أيها الإخوة، الحيوانات الحلوبة، الأبقار والأغنام والماعز، يراها الإنسان كل يوم. ويقول الله سبحانه: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، يعني أجنحتهن صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فأنت مأمور أيها الأخ الكريم أن تمعن النظر والتفكر في المخلوقات التي حولك: الطيور، الأنعام، الأبقار، الأغنام، الإبل، كل هذا تراه كل يوم. لذلك سيكون حديثنا اليوم عن القط المنزلي الذي نراه كل يوم. أيها الإخوة الأحباب، ما هو القط المنزلي؟ قسم العلماء القطط إلى أنواع. هناك القطط الكبيرة البرية كالنمور والفهود والقطط الصيادة، وهناك القطط المنزلية التي تعيش مع الإنسان في بيته. وقد عد العلماء أكثر من 30 نوعا من القطط المنزلية. فهناك القط الأفريقي، والقط الروسي، والقط السيامي، والقط الشيرازي. كل منطقة جغرافية لها حرارة معينة، لها طبيعة معينة، يعيش فيها نوع من القطط المنزلية، بحيث أن هذا القط يعيش في كافة أرجاء الأرض مع الإنسان. لكن هذه القطط كلها مع اختلاف أنواعها لها صفات مشتركة. حديثنا اليوم عن هذه الصفات المشتركة التي تجمع كل هذه القطط. أيها الإخوة الأحباب، القطط المنزلية كلها طولها من 20 إلى 25 سنتيمتر، كلها من 20 إلى 25 سنتيمتر. وزنها من 3 إلى 7 كيلوغرامات، ونادرا ما يصل إلى 9 كيلوغرامات، من 3 إلى 7. إذا جرى القط المنزلي إذا ركض فهو أسرع من العداء البشري. العداء البشري الحالي الذي حطم الرقم القياسي سرعته 27 كيلومتر في الساعة.
القط المنزلي إذا ركض فإنه يصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، يعني أسرع من العداء الدولي بمرتين، مع أنه قط في الحي، لكنه إذا ركض لن يلحق به أحد. والقط المنزلي أيها الإخوة يتألف جسمه من 250 عضلة، عفوا من 250 عظمة، بينما عظام الإنسان من 206 فقط. يعني عدد العظام في هذا القط أكثر من عدد العظام في جسم الإنسان، مع أنه قط صغير. إذا هناك هندسة معقدة في حركته، لأنه قط صغير وعدد عظامه أكثر من عظام الإنسان 250 عظمة. وسترون هذه الحقائق بعد قليل. هذه العظام أيها الإخوة مرتبطة بعضلات وأربطة تجعل القط المنزلية طويلا ومرنا ورفيعا، بحيث يستطيع أن يتحرك ويقفز ويركض بسرعة وخفة فائقة، ويصطاد الفرائس بشكل عجيب، هكذا قال العلماء. أيها الإخوة الأحباب، الآن دعونا ندخل في صلب الموضوع. قلنا في خطب سابقة أن التفكر في خلق السماوات والأرض أن تفكر في الشيء وأصله والشيء وعدمه والشيء وخلاف ما هو عليه. سنتفكر الآن في هذا القط المنزلي بهذه القواعد الثلاث: الشيء وخلاف ما هو عليه. هذا القط أيها الإخوة خلقه ربنا عز وجل وسوى كفه بطريقة خاصة. كف القط المنزلي تشبه كف الإنسان، له إصبع جانبي وأربعة أصابع أخرى. هذا الإصبع الجانبي اسمه البراثن، جمع برثن، الذي يمسك فيه بالفرائس. هذه الأصابع كلها أيها الإخوة كل واحد منها فيه مخلب حاد جدا ومعقوف نحو الداخل، ولكل مخلب رباط. يستطيع القط أن يلقي هذا الرباط فيدخل هذا المخلب إلى داخل أصابعه إذا كان بوضع الراحة، وإذا أراد أن يصطاد فإنه يشد هذا الرباط ويخرج المخالب، تخرج من مكانه. تصميم هندسي رائع. يستطيع أن يخرج مخالبه إذا أراد أن يتسلق الأشجار، إذا أراد أن يمسك بفريسة، ويدخلها إذا أردت أن تلاعبه، إذا أردت أن تضعه في حجرك يدخل هذه المخالب إلى مكانها. تصميم رائع. والعضلات التي ترخي وتشد هذه المخالب إرادية بإرادة القط وليست عصبية بإرادته هو. أيها الإخوة الأحباب، إذا أدخل مخالبه هناك جلد سميك. هذا الجلد السميك يسمح له ألا يسمع صوت مشيه. يعني إذا أراد أن يدرك فأرا فإن القط يمشي بهدوء تام بصمت تام، بحيث أن الجلد أو الفأر لا يسمع مشيه، لأن الجلد في أقدامه سميك جدا. وإذا قفز من مكان عالي إلى الأرض هذا الجلد السميك يمتص الصدمة، أيضا لا تسمع صوتا. هذا التصميم الرائع أيها الإخوة الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سواه ربنا عز وجل بهذه الدقة العالية ليوافق المهمة التي خلقها من أجلها. إذن الشيء وخلاف ما هو عليه. لو أن الله تعالى أعطى القط مخالب الفرس، بدل الفرس هناك حافر بدل المخلب، لفقد القط مهمته، لأن الفرس لا يصطاد لكن القط يصطاد. الفرس لا يقفز مسافات عالية لكن القط يقفز. إذن هذه المخالب مع هذا الجلد السميك توافق هذه المهمة تماما. النقطة الأولى في مخالبه. النقطة الثانية أيها الإخوة، لكل قط شاربان كبيرة. هذه الشوارب ليست علامة الذكورة عند القطط،
فالذكور والإناث لها نفس الشوارب. هذان الشاربان قرأت عنهم كلمات شيئا كثيرا أيها الإخوة. يقول العلماء عن هذين الشاربين أنهما شاربان خارقان. شاربان خارقان. هذه الشوارب أيها الإخوة على أطرافها هناك حساسات تستطيع أن تلتقط الأشعة الحمراء، فهذا القط في الليل يرى الفأر بالأشعة تحت الحمراء، ولو كانت العتمة شديدة جدا يراه أحمر اللون. كل شيء يتحرك يظهر أشعة تحت الحمراء. القط في الليل يرى كل شيء بالأشعة تحت الحمراء بفضل هذين الشاربين. يرسم له هذان الشاربان صورة كاملة. يعني لو تسلل عقرب إلى بيتك وأراد أن يدخل في فراشك، قطك الذي في الغرفة يرى هذا العقرب في الليل والعتمة الدامسة، يراه كوضح النهار ويستطيع أن يلتقطه. يعني هذان الشاربان خارقان، أشعة تحت الحمراء. أضف إلى ذلك أن هذين الشاربين يعطيان القط اتجاه الريح، فإذا كانت هناك ريح شديدة إذا هناك فأر يركض، أفعى تركض، تصدر هواء خفيفا. هذا الهواء الخفيف يلتقطه القط بهذا الشارب. الشيء الثالث أيها الإخوة، عين القط، شبكية عين القط مغلفة بطبقة خاصة. قال العلماء عنها أنها خلايا خاصة جدا تجعله يستفيد من أقل كمية من الضوء فتحول الليل عنده إلى نهار. لذلك القط يستطيع أن يرى 6 أضعاف قوة الإنسان. يعني قليل جدا من الضوء يستفيد منه هذه الشبكية فتحول الليل عنده إلى نهار تام. أقل ضوء صغير يستفيد منه. لذلك قوة إبصاره 6 أضعاف عن قوة الإنسان. عندما تضيء عيناه في الليل لأنها تعكس هذا الضوء. وهذه العيون نادرة في الحياة البرية، يعني نادرا ما يوجد هذا الحيوان بهذه الإمكانيات. يعني إذا نامت الفرائس القط لا ينام، يراها بوضوح. أيها الإخوة الأحباب، لولا هذه العين لدخلت الأفعى في فراشك ولا نامت، لكن هذه العين الدقيقة عند القط تستطيع أن يلتقط هذه الأفعى، إما برسم صورة لها، وإما أن يراها كوضح النهار، وإما أن يشمها. فالشم عند القط يزيد عن قوة الشم عند الإنسان ب100 مرة. قوة الشم عند القط أضعاف قوة الشم عند الإنسان ب100 مرة، حتى أنه يستطيع أن يشم رائحة الفرائس من أمتار بعيدة، يشمها وهي غير مجروحة وهي كاملة. يعني خلق الله عز وجل هذا القط للعناية بك، خلق الله تعالى هذا القط لحمايتك، خلقه لحراستك. كل شيء يؤذيه يراه ويشمه ويسمع صوته. أيضا أيها الإخوة، يميز القط الروائح الطيبة من الروائح الكريهة، فيختلف سلوكه حسب الرائحة التي يراها، وكل رائحة يشمها يحفظها، حتى أنه يشم روائح أهل البيت الذي يسكن فيه ويحفظ رائحة كل واحد منهم. شيء آخر أيها الإخوة، ذيل القط المنزلي هو جزء من العمود الفقري. قد يصل طول الذيل إلى طول القط، قد يصل طول الذيل إلى طول القط. قرأت بحثا طويلا في عدة مراجع عن حركات الذيل فقط، حركات ذيل القط، والله بحث طويل، علاقته بالعين، علاقته بحركات القط. هذا الذيل أيها الإخوة السبب الأساسي له أو الفائدة الأساسية له هي حفظ التوازن عند القط. عندما يقفز من شيء عال إلى الأرض يختل توازنه، فورا يحرك ذيله بطرف المقابل. إذا ركض وهو يلحق
وهو يتسارع وراء فريسة، كلما تسارع كلما أخذ الذيل وضعية خاصة يحركه بطريقة خاصة وبآلية إرادية حتى يحفظ التوازن. يعني والله قبل أيام نظرت إلى قط وهو يسير على حديدة، يعني هو عرضه مثلا 20 سنتيمتر، يسير على حديدة ضيقة، كيف لا يقع؟ وعنده 4 أرجل، كيف لا يقع؟ هناك ذيل يوازنه، هناك دماغ يقرأ الواقع والفراغ. آلية دماغ القط معقدة جدا. قرأت بحثا عن هذا الأمر، معقدة جدا. عندما يقفز إلى جدار عالي يختل التوازن، يرى نفسه في الفراغ فلا يقع. والله قرأت أشياء عجيبة أيها الإخوة. وشيء آخر، أذن هذا القط كل أذن تتحرك 180 درجة، 180 درجة، ولكل صيوان 32 عضلة. كل أذن عند القط تحركها 32 عضلة، تسمح له بأن يحرك أذنه 180 درجة. تصميم من قدرة من؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل هذا التقدير وكل هذا الخلق حتى يقوم بالمهمة التي خلقه الله من أجلها، وهي أن يحميك أنت وأولادك أثناء النوم. القط في النهار ينام ثلثي النهار نوما حذرا، نوما حذرا، يعني يستيقظ إلى الأفضل، وطيلة الليل مستيقظ. يعني وأنت نائم هذا القط يحرسك من أفعى، من صرصور، من عقرب، من فأر، من جرذ، وأنت نائم الحراسة مستمرة. يرى الفرائس بعينيه، ويراها بالأشعة تحت الحمراء، ويسمع صوتها ويشم ريحها. والشيء الأخير أيها الإخوة، أصوات القط عد العلماء أن للقط 30 صوتا تجمع بين الخرخرة والمواء. 19 صوتا منها تظهر مودته لك. 30 صوتا، 19 صوتا منها لإظهار المودة لصاحبه. 19. وقرأت شيئا لطيفا أيها الإخوة، أن أذن القط تسمع اهتزازات من 20 هرتز إلى 65,000 هرتز. الإنسان الطبيعي يا الإخوة يسمع من 20 هرتز إلى 20,000. يعني أعلى صوت يستطيع الإنسان أن يسمعه من دون أن تتأذى أذنه، من دون أذى، هو 20,000 هرتز. القط يسمع إلى 65,000 ويسمع من 20 هرتز. يعني هذا الصرصور الصغير وهو يمشي في الليل يسمعه هذا القط، إذا مشى في النهار أيضا يسمعه، وأنت لا تسمعه ولا تنام. إذا دخل عقرب إلى بيتك هذا الهر الصغير يسمع صوت مشي هذا العقرب وأنت لا تسمعه. وقد أجريت دراسة أيها الإخوة أن القطط إذا كان لصاحبها سيارة فإنها تسمع صوت سيارته وتميز صوت السيارة عن بقية الأصوات وتنتظم صاحبها عند البيت. شيء عجيب يا إخوة. يعني كل هذه السيارات صوت سيارة صاحبها أحفظه، وتشم رائحته وتحفظه، تشم رائحة أولاده واحدا واحدا وتحفظ هذه الروائح. ما هذا القط أيها الإخوة؟ ما هذا التجهيز العالي؟ أسماء الله الحسنى تعج عجا بهذا القط. أيها الإخوة الأحباب، هذا القط أخيرا يحتاج إلى الطعام 5 مرات في اليوم. إذا هو جائع بشكل دائم، إذا هو يدور في هذا المنزل وحول هذا المنزل لينظفه لك. جوعه الشديد المستمر يجعله في طيلة النهار يسعى في الحفاظ على سلامتك، لا يترك حشرة مؤذية، لا يترك شيئا مؤذيا إلا وأكله. أيها الإخوة الأحباب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،
وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا. الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. استغفر الله. اللهم يا ناصر في بدر المسلمين انصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم بنا الرحمة يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، تحدثنا عن الشيء وخلاف ما هو عليه. أي خلل في هذا الخلق تخرج القطة عن وظيفته الأساسية في مخالبه، في شواربه، في شمه، في سمعه وغيره. الشيء وعدمه. تصوروا أن حيا من الأحياء ماتت جميع القطط التي فيه بسبب مرض أو وباء أو شيء كهذا. ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن كل هوام الأرض تخرج من المجاري، العناكب، الصراصير، العقارب، الجرذان، وتدخل إلى بيوتنا. وجود هذه القطط يمنع ذلك. حدثني أخ كريم بيته في بناء لكنه في الطابق الأرضي. كثرت الفئران في بيته، استعمل اللاصق واستعمل المصائد والفئران في بيته. فقلت له ائت بقط إلى بيتك. فاستغرب. قلت له ائت بقط وستنسى كل المشاكل. فعلا أتى بقط صغير، يعني للتو انفطم عن أمه، فراقبه أولاده فوجئوا جميعا أنه في اليوم الأول قتل 5 فئران، مع أنه قط صغير قتل 5 فئران. استغربوا كثيرا. في اليوم الثاني أقسم بالله الرجل، في اليوم الثاني استيقظ صباحا قال لي لاحظت هناك بعض الخيوط السوداء بجوار القط مستلقي وأمامه بعض الخيوط السوداء. استغربت وتوقع أن يكون أولاده قد ألقوا بعض الخيوط على القط. فاقتربت من هذه الخيوط السوداء فإذا هي عنكبوتة سوداء كبيرة قتلها هذا القط ولم يأكلها. قال لي والله كبيرة جدا، عنكبوتة كبيرة جدا سوداء خرجت من إحدى المجاري قتلها القط وهو مستلقي على جانبه. يعني هذا خدمة مجانية لأهل المنزل. كان ممكن أن هذه العنكبوت أن تدخل إلى بيته. وهذا الرجل فعلا مرة دغته هذه العنكبوت. سابقا لدغ بهذا النوع من العناكب. الرجل اتصل بي قلت له اذهب إلى المشفى. رأى القطة قد قتل واحدة أخرى. يعني خدمة مجانية. هذا المخلوق خلق لخدمتك، خلق لراحتك، خلق لحراستك، خلق للعناية بك أنت وأولادك. هذا الشيء وعدمه. يعني إعدام هذا القط يجعل حياتنا جحيما. لذلك ربنا عز وجل وزع هذا القط في الأرض كلها 30 نوعا من القطط المنزلية. في كل بلد هناك قط يناسب هذه البلاد. الشيء الأخير أيها الإخوة، إذا فكرنا في الشيء وأصله، ما أصل هذا القط؟ إذا فكرت في الشيء وأصله تواجه شيئا عظيما، إنه اسم الله الخالق. هذا الخالق، هل هذا الحويل المنوي الذي أنتج هذا القط له مكانين؟ هذا الحويل المنوي هل له جيد؟ هذا الحويل المنوي هل له أعين دقيقة؟ هل هذا الحويل المنوي له 30 عضلة، 32 عضلة في كل أذن؟ تواجه اسم الله تعالى الخالق. يعني العلماء غير المسلمين وقرأت أبحاثا كثيرة مذهولون من خلق هذا القط، ونحن المسلمين نهمله. حدثني أحد الإخوة مرة كنت عنده أحلق شعري، فمر قط في الحي فقال لي أترى هذا القط؟
قلت بلى. قال البارحة ضربته ضربة طار منها 3 أمتار. فقلت له يعني الله تعالى أعطاك هذه الهدية حتى تضربه، والله أنت الذي تستحق الضرب وليس القدس. هذا مخلوق جاء بخدمتك فضربته. الشيء وأصله تواجه اسم الله تعالى الخالق. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق خلق خلقا عاليا. الشيء وأصله. أيها الإخوة الأحباب، الآن تعالوا بنا إلى الأسماء الحسنى الظاهرة من خلق هذا القط. هذا عنوان الخطة. إذا رأيت هذا القط ترى اسم الله تعالى الودود. الودود. كل الدراسات حول هذا القط تقول أن القط الذي يدفعه إلى بيتك هو ملاعبتك له. يعني اخرج إلى الشارع، إذا رأيت قطا وأعجبك فقط ادعوه إليك يأتيك فقط. أعطه شيئا من فضلات طعامك. من فضلات طعامك تصبح أنت صاحبه. يدخل معك إلى الليل، يحفظ رائحتك ورائحة أولادك ويحفظ رائحة هذا البيت ويصبح حارسا لك. يعني خلق هذا المخلوق لترى ود الله تعالى لك. مخلوق جاهز لمودك، حتى أن العلماء قالوا أنه إذا دعته بين أذنيه وفارقته تكون كأمه التي رعته، يراك كأمه ويعاملك كما كان يعامل أمه وهو صغير. دراسات طويلة أيها الإخوة من علماء ليسوا مسلمين ذهلوا لهذه الطبيعة الفطرية عند القط. هذه الطبيعة الفطرية ليست في القطط الكبيرة. لا تستطيع أن تأخذ نمرا وتلاعبه، لكنك تأخذ قطا وتلاعبه. اسم الله الودود. واسم الله تعالى الحفيظ. حفظ الله تعالى لك لخلق هذا القط على مدار الساعة، من العقارب، من الأفاعي، من العناكب. قرأت مرة شيئا أيها الإخوة، رجل من الأغنياء أو الرفقة، رجل من الأغنياء أو الرفقة ذهب في رحلة سياحية إلى بلد أفريقي، فلما ركب في الطائرة وعاد إلى بلده مات في الطائرة بشكل مفاجئ. الرجل غني جدا وله مكانة رفيعة. فورا جاءت الشرطة وأخذوه إلى أطباء وشرحوه. لم يجدوا سبب الموت الذي مات فيه بشكل مفاجئ. فقال مدير أعماله الذي معه في الطائرة، قال أذكر أنه قال لي أنه شعر بلدغة في رجله وهو في المرحاض في الطائرة. فلاحظوا بعد أن شرحوه أن هناك بقعة حمراء في خلف ركبته، خلف الركبة، فإذا هي لدغة عنكبوتة سوداء موجودة في المرحاض في الطائرة. هذه العنكبوتة قاتلة قتلته بهذه اللدغة. هذا القط وهو مستلقٍ على جانبه قتل عنكبوتا كبيرة. إذا عندك قط إذا العناكب كلها مقتولة. في الطائرة لا يوجد قطط. جاءت هذه العنكبوتة فردغت هذا الرجل فقتلته. كم هي الخدمات العظيمة التي تؤديها هذه القطة؟ اسم الله تعالى الحفيظ. إذا قل عدد القطط في الحي وصلت الجرذان إلى بيوتهم. اسم الله الحفيظ. والله قبل أيام دخلت في العيد إلى أحد الأحياء فشممت رائحة كريهة جدا، رائحة شيء ميت. فلاحظت أن قطا خرج من حاوية القمام وفي فمه طائر ميت. قلت يا الله، هذا الطائر الميت ملأ الحي كله برائحته. جاء هذا القط فأكله. انتهت المشكلة كلها. اسم الله الحفيظ حفظ أهل هذا الحي من هذه الرائحة. الرائحة الكريهة تأتي بالذباب، الرائحة الكريهة تأتي بالمعروض، ليست فقط من الرائحة مزعجة، هناك أشياء وراء ذلك. هذا القط أكل هذا الطائر الميت، انتهت المشكلة. يعني اسم الله الحفيظ. اسم الله القدير أيضا من أسماء الله تعالى. قدر طول ذيله، قدر قوة إبصاره،
قدر قوة شمه ب100 ضعف عن الإنسان، قدر قوة سمعه 6 أضعاف الإنسان. اسم الله القدير. وأخيرا اسم الله اللطيف، بلطفه بمداعبته، يعني جعل الله تعالى لونه مناسبا، حجمه مناسبا، لطيفا. غريزته في أن يقبل المودة من الإنسان، لونه جميل، شعره جميل، عيونه جميلة، هذا كله من لطف الله تعالى. إذا اسم الله الحفيظ، اسم الله الودود، اسم الله القدير، اسم الله اللطيف. أيها الإخوة الأحباب، هل تسمحون لي أن أقرأ لكم حديثين صغيرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم نختم فيها الخطبة؟ روى الإمام النسائي، معنا أطلنا في الخطبة لكن هناك حديثين سريعين. روى الإمام النسائي وأحمد والدارمي من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها، يعني أكبر منها، بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. فقيل: يا رسول الله وما حقها؟ يعني كيف تقتل عصافير بحقها؟ قال عليه الصلاة والسلام: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي به. يعني إما أن تقتل هذا العصفور لمأكلة ومنفعة، وإما فتترك العصافير، القطط، الأغنام، كل شيء تقتله ستسأل عنه يوم القيامة. ما من مسلم، ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقه إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها، هذه خلقت لخدمتك، ولا يقطع رأسها ولا يرمي به. الحديث الآخر أعظم من هذا الحديث. روى الإمام الشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان من حديث سيدنا عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يا إخوة تقشعر منه الأبدان. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل عصفورا عبثا، من قتل عصفورا عبثا ليتسلى، من قتل عصفورا عبثا عج هذا العصفور إلى الله حول العرش، قال: يا رب سله لما قتلني. قال: يا رب سله لما قتلني. تقتل عصفورا وترميه، تقتل حيوانا وترميه، تقتل قطة وترميها. والله اتصل في أحد الإخوة مرة دهس بسيارته قطة وهو منزعج جدا، فسألته، فكان سبب الحادث استهتارا من السائل. قلت له: والله لن ترتاح حتى تدفع صدقك، لأن هذا المخلوق جاء لخدمتك فدهسته، بدل أن تحميه قتلته. دفع صدقه وارتاح. اتصل في مرة أخرى، قال لي: والله ما ارتحت. قلت له: تصوم 3 أيام. فصام 3 أيام فشعر بالراحة، لأنك قتلته قتلا شبه عمد، استهترت في قيادة السيارة فقتلته. هذا المخلوق خلقه الله تعالى ليريك وده، ليريك حفظه، ليريك لطفه سبحانه وتعالى. لطيفا هذا المخلوق اللطيف قتلته. هذا الرجل الحلاق ضربه فطار 3 أمتار. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خلقه الله تعالى لخدمتك. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل عصفورا عبثا عج هذا العصفور إلى الله يوم القيامة حول العرش يقول: يا رب سله لما قتلني. قتلته ورميته، قتلت قطة ورميته، قتلت مخلوقا يخدمك ورميته. عندنا في الإسلام أيها الإخوة حيوانات محددة يجوز أن تقتلها في أي مكان. الكلب العقور والأفعى والعقرب، هذه الحيوانات اسمها الفواسق. غير هذه الفواسق لا يجوز لك أن تقتلها إلا بحقها. أيها الإخوة الأحباب،
كتاب رسمي من السيد ولي الأوقاف دمشق يدعوكم فيه إلى التبرع إلى جمعية حي مسجد الأقصى بالخيرية، فلا تحرموا أنفسكم من الخير. توجهوا إلى الله عز وجل كل دعوة آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، إننا جميعا عبادك جالسون في بيتك باسطون أيدينا إليك مذللة رؤوسنا على أعتابك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حوائج جميع عبادك في هذا المسجد، اقضي حوائجنا جميعا يا رب العالمين. فينا الفقير يريد الكفاف، فينا العازب يريد الزواج، فينا الطالب يريد النجاح، فينا الأب يريد تزويج أولاده. اللهم يا رحمن يا رحيم فينا الذين يريد السداد. اللهم يا رحمن يا رحيم اقضي حوائجنا جميعا. إنها ساعة إجابتك، إنها ساعة فضلك، إنها ساعة إحسانك. اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اقضي حوائجنا يا رب العالمين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم.